ازيكم؟ وحشتوني. انا سوبر ابله، والنهارده هحكي لكم حدوته ديدا العنيده. في بيت جميل وهادي، وجواه جنينه فيها شجره برتقان ورمان وتفاح كمان. كانت بتسكن بنت ذكيه اسمها فريده، ودلعها ديدا. ومن غير ما حد يقول لها، باباها ومامتها كانوا شايفين ان فريده اسمها لازم يكون ديدا العنيده، عشان دايما تتأمر وساعات بتتعصب وتزمجر وتقول مش هاكل غير بحل من التلاتة: يا تعملوا أكل على وزن كلمة ديدة زي العصيدة، أو بحروف اسمي الفريدة ف ر ي د تاء مربوطة ف أو ر أو ي أو د أو تاء مربوطة، أو آكل أكلة بجد جديدة ما يعرفش أي حد حتى لو ساكن في بلاد بعيدة. مامتها وباباها تعبوا جدا، وجم في يوم قالوا لها خلاص انت كبرتي وبقى عندك 6 سنين، والاختيارات دي مش هتنفع. بصي، فكريش بس في نفسك، فكري كمان في الناس التانيين. اولا العصيدة دي شغلانة بتخلي اي حد يعملها بيعمل مجهود كبير، وماما زهقت وبقت تعبانة. دي دقيق كتير ونقلب كتير ونحط سمنة كتير وعسل، لا 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 لا، دي شغلانة ومحدش هيكبر لو كلب حروف اسمه بس على فكرة. جيدة ردت وقالت لا، على فكرة في أكل كتير بحروفي، اللي فيه فراولة وفطير، واللي ره رقاق طعمه خطير، واليه يستفندي من غير بذر كتير، والدال دبوسة فراخ كانت بتطير، والتاء المربوطة تفاحة حمرا زي خدودي، وكل اللي يشوفني يغير. ماما وبابا وردوا وقالوا لا، ده بجد كده كتير. احنا فكرنا في ال3 حلول اللي انت حطيتيهم، ورأينا انك تخترعي بقى حضرتك أكلة جديدة محدش يعرفها مهما كانت في بلاد بعيدة. ديدا فكرت وفكرت وضحكت وقررت. فتحت التلاجة ولقيت بتنجان وجزر وفراولة وجبنة وبيض ولحمة وسبانخ وصبيت، حطيتهم كلهم على بعض ياو، وطلبت من بابا يساعدها عشان يولع الفرن. ماما قالت ده عك يا ديدا، والمرة دي الأكلة الجديدة أكيد هيبقى طعمها أي كلام، بس هتتحملي نتيجة أفعالك وتاكليها كلها من غير ولا كلمة لحد ما تخلص. يعني مفيش ليكي أي وجبات تانية غير اللي انتي قررتيه وعملتيه، عشان مش هنرمي نعمة ربنا. ويمكن يكون ده درس ليكي إنك تعرفي إنه بجد لازم تستعيني بكلام الكبار وتفكري أكتر قبل ما تبدأي أي حاجة. وفعلا الأكلة طلعت من الفرن ريحتها غريبة وطعمها مش مفهوم، ولأن فريدة ما طلبتش المساعدة وفكرت نفسها طباخ عشان كبرت شوية، بجد كانت عنيدة. ورغم انها كمان ما بتعرفش تطبخ اصلا، بس قالت لنفسها عادي، يعني هو ايه الاكل يعني غير شوية حاجات على بعض وهاكله كأنها اكلة جديدة. فريدة بقت بتفطر قطعة من العكعيكة اللي عملتها دي، وتتغدى وتتعشى، وقررت تسميها أكلة العكعيكة. وفي لحظة فريدة بصت قدامها وبصت لمامتها وقالت أنا آسفة، بصراحة الأكل وحش، ويظهر إن الطبيخ بياخد وقت كتير ولازم يتعمل بحب ويتعمل بطريقة معينة ونحط حاجات على بعض. أنا حقيقي آسفة، ينفع أوقف أكل؟ مامتها فكرت وقالت ينفع نوقف أكل، بس كمان إحنا عمرنا ما هنرمي نعمة ربنا، فممكن نجيب الحاجات اللي انت عملتيها دي كلها العكعكة ونضربها في الخلاط ونحط عليها بيض وبقسماط، وبكده هنبقى عملنا كفتة. وحطوا كمان توابل وبهارات. الأكلة اتغيرت خالص، ومن يومها فريدة قررت إنها هتجرب تاكل الأكل اللي باباها ومامتها بيحطوه ومن غير ما تتأمر كتير. وباباها كمان لما لقى مامتها وفريدة تعبوا قرر هو اللي هيغسل المواعين ويساعدهم، وساعتها ضحكوا هما ال3 واتبسطوا. وفريدة قالت أنا خلاص حرمت، بس ينفع كل فترة نجرب أكلة جديدة؟ ضحكوا وقالوا ها ينفع طبعا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. مين فيكم بيعمل زي فريدة وبيعمل أكلات جديدة وكان في الأول بيعمل تصرفات عنيدة؟ ابعتولي إيه الأكلات الجديدة اللي جربتوها مع بابا وماما، مستنياكم. باي.